أسوأ مدير اشتغلت معاه ما كانش مدير وحش، بالعكس ده كان بيساعدنا جدا، وده كان أكبر عيب فيه. أنا فاكر مرة كان في مندوب معانا كان عنده عميل رافض يستلم البضاعة. المندوب اتصل بالمدير وقال له العميل رافض يستلم وأنا مش عارف أعمل إيه. المدير قال له طب هات لي رقمه، وهو كلمه بنفسه، وفي 5 دقايق المشكلة كانت اتحلت. إحنا وقتها قلنا يا سلام، إيه الراجل ده؟ الراجل واقف في ظهرنا، وفعلا هو كان واقف في ظهرنا. لكن بعد فترة المدير ده تعب وأخد أجازة وما بقاش موجود عشان نرجع له. وفي يوم مندوب تاني واجه تقريبا نفس المشكلة، راح للمندوب اللي كان الموقف ده حصل معاه قبل كده وسأله انت عملت ايه وقتها؟ قال له ما اعرفش، اتصلت بالمدير وهو اللي حلها. تقريبا سألنا كلنا يحل المشكلة ازاي، ولا واحد فينا عارف. وقتها وقفت مع نفسي وقفة، طب لو المدير ده مشى من الشركة اصلا، ولا انا نفسي رحت شركة تانية، هعمل ايه في المشاكل اللي هتقابلني في السوق؟ ساعتها فهمت ان المشكلة كانت في المدير ده نفسه، مش عشان بيساعدنا. المشكلة انه كان كل مرة بياخد المشكلة مننا وبيحلها بنفسه من غير ما يوجهنا ولا يعرفنا حتى حلها ازاي. فاحنا اتعودنا اول ما نواجه مشكلة ندور عليه، ما نفكرش احنا في حل ليها. من الاخر خلانا نوقف دماغنا ونبقى معتمدين عليه. ومن هنا اتعلمت حاجة مهمة جدا في الإدارة: مساعدة مندوبك مش معناها تحل مكانه. لو مندوبك جالك بمشكلة اسأله الأول انت شايف ايه الحل، خليه يفكر، يجرب، يغلط، وانت صحح له. لأن هدف المدير مش ان الفريق يفضل محتاج له، هدفه الحقيقي ان الفريق يعرف يتصرف حتى لو هو مش موجود. قول لي بقى، لو انت مدير ومندوبك جالك بمشكلة، بتحلها له على طول وخلاص، ولا بتخليه هو يفكر ويغلط وانت توجهه وتصحح له؟ اكتب لي رأيك في التعليقات.